من الأصناف الحلوة اللي كلنا بنحبها وما بنختلفش عليها الاسكالوب بانيه أو البفتيك. بس برضو في مشكلة مشتركة جدا إنه الكراست اللي عليه أو الطبقة بتاعته ما بتثبتش، وكمان طبعا القلي في الزيت. فالفيديو ده هنعمل البفتيك من أول خطوة خالص، من أول التتبيل، وكمان هنعمله في الاير فراير أو في القلاية الهوائية. اول حاجة هنبدأ بالقطعية بتاعة البفتيك، ودي عادة بتكون من وش الفخدة، وبنقول للجزار انه يدقها لنا السمك اللي احنا عايزينه، في بيكون رفيع او وسط او تخين. انا هنا زودت شوية على الدق اللي عمله لي الجزار. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل التتبيلة. ده بيكون شكلها، وطبعا نوصي الجزار ان هي تكون طرية علشان ما تاخدش وقت في السوا كبير. ده كده خلاص انا جهزت الكمية كلها، وهنبدأ ان احنا نعمل التتبيلة. واهم مكون في تتبيلة البفتيك هو مية البصل، ما نستغناش عنها خالص لانها فعلا بتطري جدا مع طبعا المكونات التانية. فانا بشرت 3 بصلات وخدت المية بتاعتهم وهنحطهم على البفتيك، وبعدين هنزود باقي مكونات التتبيلة. هنبدأ بقى نضيف الباقي اللي هو 2 معلقة كبار من الخل، و2 معلقة كبار من الملح، وده طبعا حسب الرغبة، ومعلقة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. لو عايزين تضيفوا أي إضافات تانية، بصل بودرة، توم بودرة، زي ما تحبوا، بس هو يعني جمال البفتيك إن احنا منكترش التوابل بتاعته. هنبدأ بقى نعمل الكراست ونشوف ازاي نحافظ على الطبقة دي ونخليه بفتيك لابس هدومه، علشان دايما الكراست بتتشال وبنقول البفتيك قلع هدومه. اول حاجة هنحط البقسماط، وبيبقى عليه رشة من البيكنج باودر والبابريكا علشان تدي طعم ولون، وياريت لو بابريكا مدخنة، ودقيق، وممكن بدل الدقيق نشا. ودي بتكون الطبقة الأولانية اللي بنحطها على البفتيك زي ما احنا شايفين بالفيديو. بنحط في الدقيق أو في النشا، وبعد كده في خليط البيض اللي هو البيض واللبن ورشة فلفل أسود أو زعتر زي ما تحبوا، وبعد كده بننزل على البقسماط. البفتيك لازم نضغط عليه كويس قوي واحنا شغالين علشان الطبقة تثبت وما تفصلش لما تنزل في الزيت أو ما تتحط في القلاية أو في الفرن. يعني اللي ما عندوش قلاية كمان ممكن جدا يعملها في الفرن. هنبدأ بقى هنا هنحط البفتيك في القلاية. أنا بدهنها زيت خفيف في الأول، احنا بنتعامل بالفرشة بس، ما بنعملش حاجة تانية، ما بندلقش زيت يعني. ونبدأ ان احنا نحط قطع البفتيك، وطبعا على حسب بقى نوع القلاية وعلى حسب بتاخد وقت قد ايه. انا هكتب لكم نوع القلاية بتاعتي وساعتها قد ايه في الديسكريبشن. بصوا بقى شكله ده بعد 10 دقايق بقى شكله عامل ازاي. طبعا الحتت اللي ما بيكونش فيها زيت شوية بنزود عليها. عايزة بس أقول حاجة، إن أول دفعة من البفتيك أو من الفراخ أو من أي حاجة لازم واحدة تفصل منها القشرة، عشان بتكون لسه القلاية مش سخنة قوي، فده مش عيب في فكرة إن هو يتعمل في القلاية. كده خلصنا أول حاجة، هنبدأ بقى إن احنا نعمل الكمية كلها. هوريكم بقى كمان قطعة بفتيك هنقليها في الزيت، وشوفوا بقى الفرق، وشوفوا الزيت شكله بيتغير ازاي، وشوفوا كمية الزيت. يعني كمية الزيت اللي قطعة البفتيك دي أخدتها يمكن أكتر، أو مثلا بتوازي كيلو البفتيك اللي أنا عملته في القلاية. وبصوا بقى تغيير لون الزيت كمان. فأنا حبيت أوريكم التجربة دي وتجربة الإير فراير كمان. شايفين الزيت لونه اتحول ازاي؟ وطبعا الرواسب كتير بتنزل جدا فيه، والبفتيك تحديدا لازم الزيت يتغير كل شوية. يعني ما ينفعش نعمل كمية كبيرة بنفس الزيت، طبعا ما ينفعش، ده ما بيحصلش في القلاية. فيا ريت تجربوه. انا عارفة ان في ناس كتير مزاجها القلي، بس لو عايزين تغيروا اللايف ستايل
اسلوب حياتكم، فياريت تبدأوا بده. لو القلاية مش متوفرة مفيش مشكلة، الفرن يعني اختيار كويس جدا. هنسخن الفرن كويس قوي، والصينية اللي هنستعملها برضو تبقى سخنة، وندهنها بالزيت بالفرشة، وندهن قطع البفتيك بالفرشة. حقيقي النتيجة هتعجبكم قوي. ونفس الكلام في الفراخ برضو. هنا بقى الفراخ اللي على اليمين ده، سوري، البفتيك اللي على اليمين ده في القلاية، واللي على الشمال ده اللي اتعملت في الزيت. انا بالنسبة لي كوسام انا راضية 100%. طعم حلو جدا ومقرمش وفعلا حلو يعني، مفيش فرق، وخفيف خفيف قوي يعني. اللي مقلي في الزيت فعلا شارب زيت كتير جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون وضحت الفرق بين القلاية وبين القلي في الزيت، وان شاء الله تجربوها وتجربوا التتبيلة وتقولوا لي رأيكم. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير، وما تنسوش تعملوا كمان اشتراك في قناة اليوتيوب عشان تشوفوا كل الفيديوهات، ومستنية رأيكم، وبألف هنا وشفا.